انا عايز اسال سؤال، اللي ما بيصليش انت ما بتصليش ليه؟ ايه المشكله اللي بينك وبين ربك؟ عمل معاك ايه ربك عشان تبعد عنه؟ ده عمل معاك كل حاجه حلوه، واخد منه جنب ليه؟ لما بيأذن ويقول حي على الصلاه على الفلاح، ليه مش قادر تخش تصلي؟ ما سألتش نفسك مرة سؤال، الناس اللي دخلت تصلي أحسن مني في إيه؟ هم عايزين ربنا وأنا مش عايز ربنا؟ طب يا جماعة مين فينا قد ربنا؟ طب لو ربنا خد عليا قرار اللي أنا من أهل الجنة، فزت ولا ما فزتش؟ طب لو خد عليا قرار اللي أنا من أهل النار، أجيب مين لربنا عشان ينجيني من النار؟ مين ممكن يقنع ربنا بعد ما خد عليا قرار إن هو يطلعني من النار؟ هقدر اقول له يا رب انا عدت كبيره؟ هقدر اقول له يا رب انا عندي فلوس، خد فلوسي وسيبني؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه. وربنا سبحانه وتعالى يقول ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. مين لو الارض كلها اتجمعت علشان تنجيك من عذاب ربنا، ما حدش هيقدر ينجيك. يا جماعة ربنا عامل لنا جنة جميلة، احنا عايشين كام سنة وبعد كده كلنا بنموت، مفيش حد هيخلد في الدنيا، كلنا رايحين لربنا سبحانه وتعالى، كلنا في يوم من الأيام هنقف ما بين ايد ربنا سبحانه وتعالى. احنا من 100 سنة ولا واحد كان موجود، وبعد 100 سنة ولا واحد فينا هيبقى موجود. احنا جينا علشان نموت. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى يقول فإذا جاء أحدهم الموت أول حاجة هيقولها قال رب ارجعون. عايز ترجع ليه؟ عايز يا رب أرجع عشان أدفع بقية مصاريف الجامعة، يا رب عايز أرجع عشان عندي بنت صغيرة عايز أربيها، يا رب عايز ارجع عايز اجوز ابني. ولكن قال له حاجه واحده بس، نسي مصاريف الجامعه ونسي مصاريف عياله ونسي الايجار ونسي المديونات، وافتكر حاجه واحده بس، قال رب ارجعون لعلي اعمل صالح. يا كمان ما قالش لعلي اعمل من الصالحات، قال لعلي اعمل صالحا فيما تركت. ولكن الجواب من الله كلا، مش هينفع ترجع، إنها كلمة هو قائلها. أنت كنت عارف إن أنت في يوم من الأيام هتنزل في القبر ومفيش حد هيبقى معاك، فربنا يقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.